السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة الخير. وأتمنى يا رب تكونوا بصحة وبألف خير، اللهم آمين يا رب. أتمنى، وإذا كنت أول مرة تتفرج عليا في القناة يسعدني ويشرفني اشتراككم معايا في القناة، وده بيشجعنا إن إحنا نستمر معاكم بأي معلومة أنا بعملها في تربية الفراخ البيضة داخل البطاريات. ويبقى جزاكم الله كل خير، وساعدونا وعاونونا كده لوجه الله، وربنا يوسع على الجميع ويبارك للجميع ويرزق الجميع يا رب، اللهم امين. سعيد بالوقت اللي بقضيه معاكم، وبسم الله نبدأ كده. النهارده يا احباب هبدأ معاكم حلقة. الحلقة يعني شاملة في ازاي بنربي الفراخ البيضة في قلب البطاريات. ومن اول نقطة احنا بنروح في مكان موثوق منه ان احنا ازاي ننتقي الكتكوت الكويس والنوعية الكويسة، وازاي بندفي في قلب البطاريات، وازاي ان احنا بنتعامل في طريقة تربيتها في قلب البطاريات. سواء انك انت دايما ازاي بتتعامل مع نظافة القب ونظافة العلافة دايما، وازاي بتاخد بالك من الزرق بتاع الفراخ وكل مشتملات تربية الفراخ البيضة داخل البطارية. إن شاء الله رب العالمين معلومات مهمة، أتمنى تبقى معايا وتبقوا معايا لآخر الفيديو. طبعا بصوا يا أحباب، أول حاجة إحنا بنحاول إن إحنا نعملها في تربية الفراخ في قلب البطاريات، المصدر الموثوق منه. انت تشوف منظر كويس، ناس كويسة أمنة تجيب منه كتكوت حلو، كتكوت كويس، وتجيب فرز اولى وتشوف ناس انت جبت منهم قبل كده والدنيا بقت كويسة معاك في تربية الفراخ منهم، وتشوف جودة الفراخ وتحاول انك انت. طبعا اكيد كلنا في البدايات احنا جربنا اكتر من شركة، لغاية ما بتقف على شركة معينة وربنا بيجعل فيها الرزق الطيب بفضل الله. فجيب كتكوت كويس، عرفت تجيب فرز ديوك جيب، ما عرفتش بتجيب من مصدر كويس وشركة كويسة، يبدأوا يدوا لك كتكوت كويس. ده أهم من كل حاجة. جبت كتكوت كويس الباقي بيبقى هين إن شاء الله رب العالمين. اليوم اللي هتجيب فيه الكتكوت قبل ما تروح إن شاء الله رب العالمين أنت مجهز البطارية بتاعك. مجهزها إزاي؟ أنت طبعا منضفها ومطهرها وهي جديدة وكله تمام التمام وفل الفل. ابدأ المية بتاعتك جيب على كل لتر مية معلقتين عسل اسود، وعلى كل 4 لتر مية كيس محلول معالجة الجفاف. ده اللي احنا بنعمله، ده طريقة الاستقبال، ده الاستقبال اللي انا بعمله دايما على طول. واخدين بال حضراتكم؟ محلول معالجة الجفاف ده ما شاء الله مطهر معه كويس، بيشيل الإجهاد الحراري من المواصلات، الحاجات ديت. المية اللي فقدها الكتكوت من جسمه بيعوضها. العسل الأسود رافع مناعة قوي جدا، ما شاء الله حاجة ممتازة. ده اللي بحب إن أنا اشتغل بيه على طول. ما بخشش بمضادات حيويه وبستعملش بفضل الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله المضادات الحيويه. كل الكلام ده يا احباب اقاويل بتتقال طبعا، الا بقى ايه في طبعا العنابر الكبيره والحاجات دي، طبعا ده شغل تاني خالص. ربنا يبارك للجميع ويوسع للجميع يا رب، اللهم امين يا رب. واخدين بال حضراتكم؟ فيا احباب انا بستقبل بالطريقه ديت. ده اول يوم بحط العسل، وبحط اللي هو ايه محلول معالجه الجفاف من 8 ل 12 ساعه. خلاص يا احباب، انا جبتهم طبعا، انا مدفي البطارية ومدفي المكان قبل ما ان هم ايه يبدأوا احضنهم في قلب البطارية. فانا يا احباب بدفي البطارية، بوصل درجة حرارة المكان ل 32 درجة. بوصل درجة حرارة المكان ل 32 درجة. ال 32 درجة دولت درجة ثابتة مع
تجديد الهواء في المكان. يعني انا ببقى فاتح فتحة في القبلي وفتحة في البحري بسيطة جدا، الهواء السخن بيتجدد بيخرج، وزائد الدفاية اللي انا بدفي بيها مدفية المكان، سواء بتدفي بدفاية او بتدفي بلمط حراري. ايا كان نوع التدفئة انا بدفي وخلاص. واخدين بال حضراتكم؟ درجة الحرارة ما تقلش عن 32 درجة في اول اسبوع. ماشي يا احباب؟ طيب بعد كده اهم حاجة نظافة القبات. نظافة القب دايما على طول انت بتنظف، بتحط المية مرة الصبح ومرة بالليل. اتعب مع الفراخ، اتعب مع الحاجة اللي انت بتربيها، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ويوسع عليك وييسر لك الامور كويس. فاذا كده عامل التدفئة مع عامل النظافة، النظافة ديت يومية. كل يوم الصبح تطلع تنظف الادراج بتاع البطارية بتاعك وتطهرها بجير مطفي، زائد المية بتاعك والجردل بتاعك بتاع البطارية بيتنظف كويس، وتحط المية بتاعك. طيب احنا كده عامل النظافة تمام، وعامل تنظيم درجات الحرارة والتهوية كده تمام. طيب يبقى احنا بقالنا بعض الفيتامينات اللي احنا بنحطها. انا من تاني يوم بحط في العلف الثوم البودرة، البصل البودرة، السمسم، حبة البركة، الحاجات الجميلة الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا ديت ببدأ احطها في قلب على العلف. واخدين بال حضراتكم؟ طيب بعد كده باجي لليوم العاشر، انا بحط مضاد سموم. مضاد سموم، المضاد السموم ده عبارة عن ايه حضراتكم؟ المضاد السموم عبارة عن خل تفاح. خل تفاح، خل تفاح يكون كويس من مصدر موثوق منه. بتحط 1 سنتي خل تفاح على اللتر. واخدين بال حضراتكم يا احباب؟ طيب انت دلوقتي اديت مضاد سموم، ال 12 ساعة التانيين هتحطه في ايه؟ يعني 12 ساعة خل تفاح 1 سنتي على اللتر، وال 12 ساعة التانيين هتدي غسيل كلوي. الغسيل الكلوي ده عبارة عن ايه؟ البقدونس، ربطة بقدونس يا احباب، وتقوم جاي غليها في 4 لتر مية، وبعد ما تغلي تطفي عليها، تغلي غلوتين تطفي عليها وتسيبها تبرد، وتاخد منها كوباية مغلي بقدونس تحطها على 4 لتر المية. واخدين بال حضراتكم؟ وبعد كده طبعا ده لمدة يومين او 3، 12 ساعة مضاد سموم و12 ساعة غسيل كلوي. بعد كده بتدي سقوة مية كويسة، ومية عادية خالص نظيفة ما فيهاش اي اضافات. وبعدها بيومين ادي رافع مناعة. رافع مناعة، اي رافع مناعة تتخيله. انا مثلا انا بالنسبة لي انا بقوم جايب التوم، توم توم ني، وبصل ني، وبجيب ليمون، وبجيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بجيب حبة البركة. والحاجات دي كلها يا احباب بحطها في قلب الخلاط. واخدين بال حضراتكم؟ وبضرب كل المواد دي كويس جدا، وبحط برضك نسبة كركم، انا اسف نسيت اقولها. وبقوم جاي ضارب المسحوق ده كلته في قلب الخلاط واصفيه، واحط منه سنتي على 1 لتر لمدة 3 ايام 12 ساعة. واخدين بال حضراتكم؟ حاجات طبيعية خالص. هتلاقي معدل التحويل عندك كويس، هتلاقي الطائر نفسه مفتوحة للأكل، الدنيا كويسة. واخدين بال حضراتكم؟ دي روافع مناعة طبيعية ما فيهاش أي حاجة. إنما أنت لو عاوز بقى تخش على روافع مناعة بطارية أو بشري، دي حاجة بقى ترجع لك أنت. واخدين بال حضراتكم؟ بس انا بحب استعمل الحاجات ديت. احيانا بنتدخل طبعا لما يبقى في مثلا حاجة معينة ظهر لي شيء مش مظبوط. واخدين بال حضراتكم؟ اسهالات او حصل مثلا عطسة ولا حاجة، بنتدخل بالادوات سواء بطري او ببشري. ولكن انا بحب في بعض الاحيان بستعمل اللي هو العلاج البشري، لانه بيجيب نتيجة قوية وسريعة بفضل الله. فيا احباب بعد ال 16 يوم على طول
انا ببدأ احط بقى ايه، يعني دايما على طول، يعني بحب اجوع الفراخ من بعد 10 ايام. كمان انا ببدأ تجويع من بعد 10 ايام، اللي في الصيف غير اللي الشتاء طبعا. في الصيف انا بوصل درجة التجويع لغاية 5 6 ساعات كمان جوع. انما الشتاء بتقلل المدة ديت، مثلا بتخليها اقصى حاجة حوالي ساعتين او 3. واخدين بال حضراتكم؟ طيب في فترة التجويع ديت انا بجوع، بس بعد عمر كام، ال 15 يوم او 16 يوم، ببدأ احط شطة مطحونة على الاكل. الشطة دي يا جماعة ممتازة جدا جدا، قاتلة للميكروبات والفيروسات، بتنظف المصران بتاع الطائر، بتدي لك معدل تحويل كويس. حاجة ما شاء الله تبارك الله. دي بتحط مقدار معلقة شطة على ال5 كيلو علف وتقلبها. ده في يوم. ويوم تاني طبعا تفوت يوم وتحط، تجيب اللي هي الخميرة، خميرة فورية، وكيس خميرة فورية تحط برضك على ال5 لتر، 5 كيلو علف، وتقلبهم. برضك الحاجات ديت ما شاء الله يا أحباب من الحاجات اللي بتدي معدل تحويل عالي جدا، لان انت كده انت بتنظف مصران الطائر وبتخلي الهضم عنده شغال، ففي اقبال للاكل وفي شهية كويسة، فتلاقي الدنيا كويسة بفضل الله. يعني حاجات طبيعية يا جماعة من الطبيعة احنا بنستعملها. انت لو مشيت بيها ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك ويرزقك الخير كله. اللهم امين يا رب. يعني اتمنى طبعا لو كنت معايا لغايه دلوقتي الاشتراك الجميل والاعجاب الجميل والصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما تحرمناش من الاعجاب والصلاه على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنت سعيد بالوقت اللي قضيته معاكم. كان معاكم ابو عبد الهادي من قناه الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.